كلامنا النهارده عن مهاجم مرشح بشكل قوي جدا للانضمام لنادي الاهلي. المهاجم ده مهاجم قوي جدا بدنيا، بيتميز بالطول العالي. كلامنا النهارده عن مصطفى سنجاري، مهاجم مالي دولي مع منتخب مالي. يا صديقي العزيز، ايوه هو منتخب مالي اللي بيلعب ليه اليو ديانج. خلينا بقى نتكلم اول حاجه عن احصائيات اللاعب، تاني حاجه عن مميزات اللاعب، رقم 3 بقى الخلاصه، يعني مين افضل مهاجم اسمه مرتبط بنادي الاهلي. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا. أول حاجة خلينا نتكلم عن إحصائيات اللاعب. اللاعب طوله حوالي 196 سنتي. اللاعب قيمته التسويقية مقدرة بحوالي 1,500,000 دولار أو يورو، من مواليد 24/12/1998. وأيضا اللاعب يلعب مع نادي ليفسكا صوفيا في الدوري البلغاري. ولكن خلينا نتكلم عن مساهماته التهديفية مع النادي في الدوري البلغاري موسم 2025-2026. في 16 مباراة بدأ في 10 مباريات، سجل 8 أهداف وصنع هدفين، سجل تهديفي مرعب يا صديقي. تصفيات كأس العالم مع منتخب مالي، لعب في 4 مباريات، سواء بقى ان هو نزل كبديل او لعب كأساسي، ساهم بهدف وحيد وهو صناعة هدف. ممكن نتكلم عن احصائيات اللاعب في المجمل كده. لاعب عنده مزايا كويسة جدا في حالة التسجيل. انا قلت بس اذكر لك كام بس كده احصائية للاعب عشان ما اطولش عليك الفيديو قوي. ولكن خلينا ندخل على مميزات اللاعب. عنده ميزة حرفيا هي من اقوى مزايا اللاعب. لما بنلاقي مهاجم طويل قامة، يعني حوالي 196 سنتي، مهاجم صاحب قوة بدنية عالية، بنعتقد إن المهاجم ده تدخلاته قوية شوية، يعني هيعطي الخصم فاولات كتير. ولكن أنا عاوز أقول لك يا صديقي إن اللاعب دوت صاحب هدوء عالي جدا. حتى لما بتبقى الكورة معاه، مش مهاجم بيروح وخلاص يعتمد على السرعة ويعتمد على القوة البدنية. هادي، عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. وفي كورات ممكن تكون ظهرت أمامك. لاعب أيضا بيعرف يتصرف بالكورة بشكل قوي جدا. عنده كمان بعض المزايا كده اللي هي ممكن مثلا زي ما نقول ان هو بيشوط ضربات جزاء بشكل قوي. لاعب عنده الكرات الرأسية بمثابة أهداف. يعني أي كرة رأسية للاعب اعتبرها يا صديقي العزيز بنسبة 90%، إلا طبعا أولا بعد توفيق ربنا ثم قدرات اللاعب هدف. لأن اللاعب صاحب قامة عالية جدا من خلال الطول. صاحب أيضا بقى أنت ممكن تبقى طويل مثلا وما عندكش كرات رأسية عالية، لكن اللاعب من خلال الفيديو عنده كرات رأسية عالية جدا. يعني المزايا للاعب، الخلاصة في مزايا اللاعب: لاعب صاحب طول مميز، لاعب صاحب رأسيات مميزة جدا، لاعب عنده هدوء بالكرة، صاحب تسديدات ضربات الجزاء بشكل عالي قوي وعجبني قوي وهو بيسدد ضربات الجزاء. هل مصطفى سنجاري اللي مصطفى يعني زي اسم، يعني هل هو من افضل المهاجمين اللي اسمهم مرتبط بالنادي الاهلي؟ ان زكريا الدحشوري يعتبر من بعض المهاجمين اللي انا شفتهم من النادي الاهلي واعلى مهاجم اسمه مرتبط بالنادي الاهلي. مصطفى سنجاري لاعب عالي جدا. مصطفى سنجاري صاحب قدرات عالية جدا، صاحب لاعب دولي مع منتخب بلاده ومنتخب مالي. هو لاعب كويس جدا، وانا قلت لك مزاياه، وهو اسمه كويس جدا. لو ارتبط النادي الاهلي فان شاء الله ممكن يتألق بشكل قوي جدا مع النادي الاهلي. ولكن انا هظل عند رايي وهو وجهه نظر شخصيه مش تقليلا من اللاعب ولا اي حاجه: زكريا الدحشوري اعلى مهاجم اسمه مرتبط بالنادي الاهلي. في نهايه الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.